التاريخ يصنعه قليلون ويكتبه كثيرون ويقرأه مئات الملايين من البشر. وتاريخ كرة القدم في مصر إذا أراد مؤرخ الحديث عنه لابد أن يتناول محمود الخطيب باعتباره أحد صناع تاريخ الكرة في مصر وأحد الأفذاذ ذوي المواهب الخارقة التي تتلاعب بالمشاعر وتهز الوجدان وتثير الانفعال في نفوس الملايين. تلك هي الحقيقة، وهذه هي العلاقة التي تربط محمود الخطيب أحسن وأخطر مهاجمي أفريقيا بكرة القدم. والحديث عن القارة الأفريقية يدفعنا قطعا للحديث عن أهم حدث رياضي في تاريخ النادي الأهلي منذ إنشائه قبل 80 عاما وحتى عام 83. ذلك الحدث هو حصوله على بطولة أفريقيا التي نحن معها الآن في دورها النهائي، والذي حسمه أبطال الأهلي لصالحهم ب4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراتي النهائي. وكان للخطيب هداف أفريقيا 3 من 4.
إذا كان الملايين من عشاق الكرة يعرفون كل صغيرة وكبيرة من حياة النجم الموهوب في الملعب، إلا أنهم قد لا يعرفون ما وراء هذه المواهب المتعددة من جهد وعرق وحرمان ومعاناة، من أشياء كثيرة جدا، لكنها أيضا ضئيلة جدا بالقياس لرصيد الحب الكبير الذي يحيط به الملايين نجمهم الكبير، والذي هو بهذا الرصيد، رصيد الحب، يعيش حياته. حياة الخطيب هي قصة كل طفل صغير يلعب كرة في شارع، يلعب وأمنية تراوده باللعب يوما في النادي الأهلي. تلك الأمنية حلم ينام ويصحو عليه كل طفل وشاب في كل مدينة وقرية ونجع على طول البلاد وعرضها. يحلم بأن يصبح يوما لاعبا له اسمه، تزحف الشهرة إليه وتتهافت الأضواء عليه. بحلم باستمرار ان انا اكون لعيب كوره ليه اسمه، ولعيب كوره ليه شكل معين ووضع معين في البلد دي. الحلم دوت عاش معايا في الشارع ده اللي انا اتربيت فيه، وعاش معايا ايضا في البيت دوت اللي انا عشت فيه ايام طفولتي كلها. يمكن احساسي بان الناس بتحبني او الناس عارفاني، يمكن كان في ناس كتير مش حاسين بدوت، لكن انا لوحدي بس اللي كنت حاسس باستمرار بان الناس بتهتف ليا. خطيب، برافو يا خطيب، كل الدنيا 3-1 بعد دقيقة واحدة الجول بيخلص. الحاجة الغريبة ان لعبت كورة بالصدفة في فريق مدرستنا، مدرسة محمود خاطر الابتدائية. كان في ماتش مع مدرسة عزبة النخل ورحت اتفرج، ويومها اتعبر واحد من لاعبي المدرسة وكنا مغلوبين، وسألوا عن اي شخص من المدرسة، ومن بعيد قلت لهم ان انا معاكم واحب قوي ان العب، فلعبوني. ويومها كان ربنا معايا وكسبنا واحرزت 3 اهداف. وبعد الحكاية دي ب12 سنة احرزت اول 3 اهداف ليا في مباراة دولية، وهي مباراة مصر واثيوبيا، ويومها مصر كسبت 3-0 في أديس أبابا. وتنظروا البابلي ماشي، البابلي ماشي، البابلي ماشي، يقدر يجيب جول، يقدر يجيب، يحطها في ايده الجول. الحكم بيقول العب. انا اعتقد ان الجيش على الخطيب هيلعب حلوه بقى 2 كنت حابض اول مكافأة ليا من الكورة. الولاد بتوع مدرسة عزبة النخل كانوا عايزين يرموني فيها علشان الاجوان ال3 اللي جبتها فيهم، واللي حاش عني ساعتها اختي الكبيرة ماجدة. ورجعنا البيت لقيت بابا بيقول مفيش كورة بعد كده. مفيش كورة بعد كده. ولاحظت محمود بقى انه حاولت، عملت معاه محاولة بقى ان دايما اشوف خط سيره ايه واروح وراه، ما خليش يلعب كورة ابدا. لحد ما جه في ليلة من يوم من الايام حبسته في الاوضه علشان ما يروحش الكوره. كان في كوره نزل من الشباك ومشي. كان الشباك تحتنا بتاع الشارع، الشباك تحته، وانا قاعد بره قافل الباب. راح لعب الماتش، يجي هو لسه قاعد ما عرفتش اللي هو داخل لعبت الماتش. وده كان كله بقى خوف على محمود وعلى اخواته، وربنا سهل له بقى ومش كلامه طلع كويس. ربنا الحمد لله. هو بابا
كان خايف من موضوع الكورة ديت علشان أو لعبي للكورة وأنا صغير، فأنا كنت طبعا بحبها أوي، ما كنتش أقدر إن أنا أستغنى عنها. كان في نفس الوقت بابايا طبعا مش عايز إن هو إن أنا ألعبها، لأنه كان خايف على دراستي وكان خايف إن أنا ما أخدش مؤهل. كان في نفس الوقت كان بيشوفني بتعور كتير أوي، يعني أعتقد إن هو في كام حادثة كده كان هو بابا أكيد فاكرهم. يعني بابا أنا عايز هو اللي يحكيهم بقى، لأن هو طبعا شعوره هيبقى غيرنا كلنا يعني. هو أول حادثة قبل بتاعت مصر، كنا بروح البلد، فالبلد بتلعب كورة مع بلد جنبها، فخدوا محمود يلعب وياهم فغلبهم، وبعدين راح ولد دخل بكدمته فتح رجله كلها من عند ركبته لما لحد رجله لحد كف رجله، فتح السمانه دي كلها. وبعدين رحت اشوف البلد، اشوفه ادوني خبر، رحت له لقيته مبهدل خالص، جبته جيت على مصر، رحت عند الدكتور عادل جندي خيط هذا، انتهينا من الحكايه دي. جت الحادثه الثانيه بقى، طلعوا فوق السطح هو كبير يلعبوا الكوره، اتاري في سيخ حديد طلع من السقف بتاعت المسلم، راح دخل السيخ خد رجله، مش رجله بحاله كده، فتحه خالص كده كان بيلعب حافي. وبعدين نزلت بقى خدت برضه رحت لعند الجندي، وقعدت كل يوم اشيله من البيت لغايه المستشفى في الزيتون. بس هو ما كانش برضه، هو متعود لازم يعمل كرة شراب، يعمل فيها فتلة طويلة ويفضل ينطقها طول ما هو قاعد اسرد رجله ورا مركونة، والرجل الثانية بينطق بيها الكورة مربوطة في الدبارة لحد ما ربنا سهل له برضه الحادثة الثانية، وتركي أثر لحد دلوقتي في رجله. يعني هو دلوقتي هو كمان يمكن طيب بعد الإصابات وأنا بلعب بقى، أنت شايف بتصورك إيه مثلا يعني؟ بمجرد ما بيبدأ الماتش بيرتفع ضغطي من 120 ل 220. والله محمود ده فظيع، بيبقى فظيع مش 120 لما اتفرج كمان بيمنع الغدا الفطار ولا غدا. ليه؟ انا ما بعزمش على الافطار ولا هو يوم الماتش، ولا اقول له هتفطر ولا هتتغدى. ما بحبش حد يتكلم وما بحبش حد ولا يتكلم ولا حاجه، طول ما انا قاعد متابع الماتش هيوقع ولا مش هيوقع، وعندما بيحصل حادثه ربنا بيسلم بقى. ضريبة يدفعها مقابل موهبته، أم قدر مكتوب عليه أن يواجهها؟ أيا كانت الإجابة، فكل شيء يهون في سبيل مصر. وانتقل الخطيب إلى مدرسة الحلمية الإعدادية، ولم يخطر على بال أحد وقتها أنه بين مئات التلاميذ الصغار توجد موهبة ستفرض نفسها يوما على عالم الكرة في مصر. ومن مدرسة الحلمية لعب الخطيب في أول ناد انضم إليه، نادي النصر، وفيه حصل الخطيب على أول كأس في حياته، كأس أحسن لاعب
في دورة ضمت أندية مصر الجديدة. المؤكد أن هذا الاختيار لم يكن مصادفة، فبعد سنوات أجمعت مصر كلها على اختيار محمود الخطيب أحسن لاعب، بل أجمعت أفريقيا كلها على اختياره أحسن مهاجم. ومن مدرسة الحلمية التحق الخطيب بالثانوية الرياضية، ومن نادي النصر انتقل إلى النادي الأهلي، وتحقق الحلم الكبير الذي عاشه أياما وشهورا بل وسنوات. وعادت البسمة ثانية إلى الملايين من عشاق النادي الأهلي مع بداية السبعينات بظهور فريق جديد لا يعرف سوى لغة الانتصارات. إنه فريق التلامذة كما أطلقوا عليه، ذلك الفريق الذي أعاد للأهلي عصره الذهبي في كرة القدم. بيصلحها لصفوت عبد الحليم، جول جول اعمل يا عباس. الخطيب بيلم الكوره وساعات من واحد ولم الكوره وخد معاه اثنين وبيلعبها عاليه بيخش على السلامه. الخطيب هو الجول، هو الجول. علي زيور يشوف الجول، شوطه جامده يجيب الجول السادس للنادي الاهلي. الفترة اللي احنا اتفرجنا عليها دي دلوقتي كانت شوية الأجوال الصغيرين اللي احنا شفناهم كانوا أول أجوال وأول أهداف لجيل السبعينات، ومع أول بطولة لينا 74-75. دي فترة برضه من الفترات اللي مش ممكن أبدا أقدر أنساها في حياتي، إذا كانت هي جاية أو الفترة اللي جاية كمان. الفترة اللي جاية هنبتديها أو أنا هبتديها شخصيا بماتش يمكن مفيهوش جوال، لكن الماتش دوت فيه يعني حاجتين أنا متذكرهم كويس وحاجتين ما أقدرش أنساهم أبدا. الحاجة الأولانية إن أنا لعبت في مكان غير مكاني، دي كانت أول مرة ليا بنلعب في نص الملعب. الحاجة الثانية إن أنا غيرت رقم الثانية بتاعتي، ودي برضه كانت أول مرة أغير رقم 10 في ماتش. كان جالنا أخبار من الفرقة عارفين لعبة النادي الأهلي، وكان مستر زيكوتي كان هو المدرب اللي موجود في الوقت دوت. مستر زيكوتي جاب لي أنا جاب صفوت الحليم وطلب مننا إن إحنا نغير فنلاتنا مع بعض، أنا ألبس نمرة 10 أنا 8 وصفوت يلبس نمرة 10. وفعلا لعبنا المباراة ديت وكانت من أحلى المباريات اللي احنا قدمناها. نتيجتها كانت 2-2. يمكن أنا ما وفقتش في إحراز أي هدف أو يعني هدف من الهدفين بتوع النادي الأهلي، لكن شاركت زملائي في مباراة كبيرة أوي عملناها.
ومحسن صالح بيحدف الاوت لمختار. ماشي مختار حلوه بيديها للخطيب اللي راجع ورا ولم الكوره وتاني مره وبيشوط الحقها قبل الاوت. محسن بيلعب كوره اوفر تروح للخطيب بلم بيشوط. يا سلام يا سلام يا سلام حضرتك يا خطيب. جول عبد العزيز بيحط جوه الجول جوه الجول. زيزو الجول الثاني سبق زيزو وخدها ومشي هيحط الجول الثالث. حط الجول الثالث حط الجول الثالث. محسن صالح والثالثه مصطفى عبده. الرابعه فين؟ والرابعه بالطول. لعبها بعرض الملعب لمصطفى يشوف في الجول. الخطيب اللي هو جول هو جول. كرة مع الخطيب لسه ماشي الخطيب والسناري. الخطيب يلعبها بعرض الملعب تروح الكرة لمختار واتلعبت حلوة وبتفوت جول وشوطة حلوة. مصطفى عبده يجيب الثالث بقى يجيب الثالث هو المحلة تاني ده اللي بصاها هيجيب الجول الرابع. ترجع تاني للخطيب وهوبا جوليو وكمان لعبت حلوه واحمد عبد الباقي تاني والرافعه في النص وحلوه وفايته برجله الشمال طويله عكسيه ومختار هو الجول. يلعبها الخطيب بصدره الجول الثاني للنادي الاهلي. وماشي وطيب تطول منه صلاح سليم يلعبها خطر الخطيب ويشوط جول 1-0 للنادي الاهلي. جمال الجندي وجمال والخطيب هو الجول. لعبش الكوره دي كان الخطيب لعبها في الجول واتلعبت على طول والخطيب والارض ونمره 21 وبيلعبها جوه الجول. الحمد لله الواحد دايما بيوفق في اهداف معينه وبشكل معين، لكن في اهداف انا شخصيا ما بقدرش انساها ابدا، بيبقى ليها ذكرى حلوه قوي في حياتي، ممكن يكون لشكلها وطريقه تسجيلها. الاهداف دي انا الهدف اللي احنا ممكن نشوفه دلوقتي بعد لحظات بيتلخص في ان انا بقدر شيء معين في الملعب او بحاول بقدر الامكان اكون متوقع شيء وانفذه واوفق فيه. كويس بيساعد خط ظهره في انه بيقفل على المهاجم المنفرد بيه وخد الخطيب ويقدر يجيب جول وحط الجول الاول للنادي الاهلي الى الخطيب براس الجميل، انما فوزي سكوتي ياخدها بسعيد وصروف بس لمختار، انما البلوطي مختار مين الحلاوي ومختار براس وماشي مع خالد كرم ويقدر يفوز وحط الكوره جوه الجول والخطيب بينادي له ناحيه اليمين وماشي الخطيب هو سعيد وبيشوط كوره جامده جوه الجول وعباس لجمال عبد الحميد للخطيب والخطيب لمختار وماشي مختار ولعبها بالعرض محمد عامر هو الجول مع مدحت مصطفى بيلعبها طويله فوزي سكوتي موت بجسمه ورقص ويلسون وماشي ويلعبها بعرض الملعب طاهر الشيخ هتاخد لمصطفى عبده اللي يلحقها ويلعب الكره اوفر بعرض الملعب تروح لرمضان عاوز يشوط في الجول وغير رايه وشاط في الجول كوره جامده الجول الثالث للنادي الاهلي. فتحي مبروك عاليه بتعدي وخالد جرالة الجول الاولاني اللي ما شافهاش وده القانون يقول لك الحكام الدوليين دول والمحايدين اذا وقع تحت نظرهم حاجه ما شافهاش الحكم لازم يقولوا له حلوه وبيمشي مرة تانية وبالعرض هو الجول البدري مصطفى عبده توصل هو الجول لعب لزكريا ناصف ورا طارق وكيبر وبيلعبها على شمال حليمه هو الجول
عادة في بعض اللعيبة بيحبوا دايما ان هم بعد انتهاء المباراة او بعد انتهاء اللعب بيحبوا قوي يتفرجوا على المباراة تانية. كان حاجة غريبة بالنسبة لي ان انا حتى وانا في صغري قبل ما ابتدي العب في النادي الاهلي او ابتدي العب في منتخب مصر، يعني قبل ما ابتدي العب على مستوى دولي، ما كنتش بحب اتفرج على الكورة ابدا، ما كنتش احب اقعد كده قدام التلفزيون واشوف الكورة يعني. يمكن انا احب قوي بعد لعبي او بعد ما بخلص المباراة بتاعتي احب قوي بالليل في نفس اليوم من المباراة ان انا اسجل بعض الملاحظات عن الماتش نفسه في ورق عندي، وفي يعني الاحتفاظ بيها لي انا لمحمود. يعني الورق دوت بكتب فيه او الملاحظات دي بتبقى عبارة عن فرق اللي لعبت، النتيجة، التشكيل بتاعنا يعني النادي الاهلي، والتشكيل بتاع فرق الخصم لو انا قدرت ان انا اجمعه بالكامل، الاهداف في اي وقت في اي دقيقه مين يسجلها، وبعدين في الاخر ملاحظات عامه عني انا شخصيا عن ادائي، بكون صريح قوي مع نفسي فيها، وبكون بحاسب نفسي. يمكن بطلع من بعض المباريات تاني يوم في الجرايد الناس تكتب عني كويس قوي، لكن انا بكون كاتب او في الملاحظات العامه بتاعتي ممكن اكون كاتب اقل من مكتوب في الجرايد. في نفس الوقت ممكن اكون انا الناس كاتبه عني وحش قوي، او يعني ان انا ما كنتش موفق في المباراه، لكن في نفس الوقت اكون انا حاسس ما بيني وبين نفسي ان انا اديت بشكل يرضيني يعني. ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء من ناحية الشمال، هيلعبها الخطيب على الأرض. حمدي جمعة جاي من جاي فتحي مبروك وصفى عبده كمان حميد يجيب الجول الأول لصفى، ياخدها منه على طول ناحية شمال، بيتحرك مختار بيلعبها بالعرض، ضربة حرة غير مباشرة، لعبت حلوة، مصطفى عنده بيحطها جوه الجول، وحيد كامل بيشرف الحكم، طعم مصري جول. الموهبة هي العملة النادرة في عالم الكرة الآن، والمهاجم الخطير هو الذي يعرف كيف يستغل موهبته ويصقلها بالتدريب ويسخرها لصالح فريقه من أجل النصر الذي يتوج به جهود زملائه بالملعب ويسعد من خلاله الملايين. للخطيب يلعبها طويلة عكسية على الخطيب على صدره، ويلعبها يا ولد يا لعيب، كورة بمنتهى الجمال من شريف عبد المنعم يستقبلها الخطيب على صدره، تطول منه صلاح سليم يلعبها خطأ الخطيب ويشوط 37 دقيقة يا لعيب، بيلعبها قدام للخطيب على صدره وبيشوط اللي حاولها قبل كده ولا جاتش، الدور ده جاته كان هيبقى جول جميل. اهي جول تقطع وتروح لصفعت ناحيه اليمين، بيريح على الخطيب والخطيب النتيجة 2-0 في الدقيقة 8. الخطيب يحط الجول الثاني. حلوة يا الخطيب، مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط يا
ورفع كرة عالية والخطيب بيحطها قدامه. الخطيب بيحط الجول الثالث ورفع كرة عالية والخطيب بيحطها قدامه. الجول الثالث الخطيب هيلعبها بخبرته. حد اليمين بيريح على الخطيب والخطيب حلوه يا خطيب. الجول الثاني الخطيب بعد 8 دقايق. عبد الصمد بيصلحها الخطيب والخطيب يحطها. مش يقدر يجيب جول، يحطها في ايده الجول. ومختار هو الجول. يلعبها الخطيب بصدره. الجول الثاني للنادي الاهلي. الخطيب بيضربه. كورة حلوة، جول جميل جدا. يا احمد كده. هذا حاجة بس فوق. صدرك واتلعبت اوفر. يلا بقى ثانية هي واتلعبت اوفر. يلا بقى ثانية هي مصطفى عبده بيلعب كرة طويلة عكسية. عاوز سكوتي بيصلحها على المختار للخطيب. الجول الأولاني للخطيب بعد 22 دقيقة. وشاب عاملين الجول ياخدها الخطيب الأولاني. كرة من على خط اللاين. وشاب عاملين الجول ياخدها الخطيب الأولاني. كرة من على خط اللاين. يطلع ياخدها مختار وماشي مع الخطيب. يلعبها للخطيب يلم الكرة. هو ويحط الجول الثاني محمود الخطيب بعد 11 دقيقة. وهو الجول والجول الثاني محمد عامر وبيرقص وبيشوط. الجول الاولاني للنادي الاهلي محمود الخطيب. الخطيب الجول الاول للنادي الاهلي 2-1. وجمال والخطيب هو الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي 2-2. محمود الخطيب توقيفه حلوه وغمزه جوه الجول عشان يجيب جول التعادل للنادي الاهلي. والاجوال بتهدي الاعصاب، اعصاب الجمهور، اعصاب المتفرجين، اعصاب اللعيبه. وهوبا حلوه جول
والكرة حلوة، والخطيب الجول الثاني له، الثالث للنادي الاهلي. الخطيب جاب الاولاني، جمال عبد الحميد جاب الثاني، وداخل من جوه وعرض الخطيب الجول الثاني للنادي الاهلي، ولعبها محمد عباس، كرة وردية حلوة قوي للخطيب اللي مكان الوينج الشمال، داس عليها وحطها ببط رجله على شمال وينجا بكل عقل، ويجيب الجول الثاني بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الأول، وتصبح النتيجة 2-0. خط ظهره يطلعها بره اوت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وما زالت النتيجة 2-0 للأهلي. وادي ربيع ياسين بيلعب للخطيب إلى زكريا، وزكريا ناصف ماشي، وكرة للخطيب النادي الأهلي، واللي يجيبه محمود الخطيب نجم هجوم النادي الأهلي. ولسه بقول لحضراتكم إن هو عامل مع زكريا ناصف ومحمد عامر عاملين تحركات كويسة ومثلث ناحية الشمال، وفعلا زكريا خد الكورة ولعبها للخطيب اللي لما. ومهارات أخرى ممارستها في التدريب والمباريات مزاج خاص يستمتع به الخطيب ويمتع به الملايين. تاني وحط الجول الاولاني 13 دقيقة. تحكم غريب الخطيب، فعلا تحكمه في الكرة غريب جدا، منتهى الثقة. الجول اللي حطه بيعدي من واحد. الحكم بيقول العب. انا اعتقد ان جيشك الخطيب هيلعب حلوة بقى 60 وحطها دبل كيك، طلع ويخطف مختار، والخطيب يقدر يجيب جول مستريح. او الخطيب بيرقص على بعيد جول طلعه شباب ويحطها الخطيب جوه الجول. الجول الثاني الخطيب يقدر يجيب جول مستريح. او الخطيب بيرقص على بعيد اهو الجول وطلعه شباب ويحطها الخطيب مستريح جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. المجد عبد الغني الخطيب وجاب كورة الاولاني للخطيب، كورة قنبلة برجله الشمال بعد 13 دقيقة. الخطيب خالد جد الله ولوحده وهيرفع ويلعب كرة عرضية للخطيب. هو سعيد وبشوط كرة جامدة بره الجول. والخطيب اللي بيشوط في الجول شوطة جامدة. الجول الثالث للنادي الاهلي للخطيب اللي بيشوط في الجول شوطة جامدة.
الثالث للنادي الاهلي. وبراشة وغريب لعبها الخطيب، ماشي الخطيب وشاكر، والخطيب ظهر جوه الاريا وبيلعبها جوه جول، جوه جول. حلوه يا خطيب. ماشي لا عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، طلوع للخطيب. حلوه حلوه. الجول الثالث فعلا اتاخد من صفوت، بس راح اداها للاهلي هو ثاني بعد ما خدها من صفوت. الخطيب وشاكر، والخطيب ظهر جوه الاريا وبيلعبها جوه جول، جوه جول. حلوه يا خطيب. ماشي لا عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، طلوع للخطيب. حلوه حلوه. الجول الثالث فعلا اتاخد من صفوت، بس راح اداها للاهلي هو ثاني بعد ما خدها من صفوت، اداها لمحسن صالح، ومحسن صالح اداها لفتحي مبروك. ترجع تاني للخطيب، ترجع تاني للخطيب، وهوبا حلوه. جول 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 حلو جدا جدا جدا. وطيب تطول منه صلاح سليم يلعبها، اتفضل الخطيب ويشوط. 37 دقيقة. وطيب تطول منه صلاح سليم يلعبها، اتفضل الخطيب ويشوط. 37 دقيقة. أعصاب الجمهور، أعصاب المتفرجين، أعصاب اللعيبة، وهوبا حلوة. الجول الثالث، الجول الثالث، الجول الثالث، الجول الثالث. جميل جميل جميل. لسه بقول لك الكرة جوال والكرة حلوة، والخطيب الجول الثاني له، الثالث للنادي الاهلي. الخطيب جاب الاولاني، جمال عبد الحميد جاب الثاني. لسه بقول لك الكرة جوال والكرة حلوة، والخطيب الجول الثاني له، الثالث للنادي الاهلي. الخطيب هات وخد، هوبا حلوة، هوبا هي هوبا جوه الجول. محسن صالح، الخطيب اللي هو جول، هو جول. خطيب طاهر ابو زيد، الخطيب بيشوط في الجول، شوطه جامده. الجول الاول لمصر، الجول الاول لمصر، الهدف الاول لمصر. حظه الخطيب في الدقيقه 12، شوطه جامده. الجول الاول لمصر، الجول الاول لمصر. هذه المواهب المتعددة فرض عليها القدر ضريبة من نوع خاص، ضريبة العنف الذي تواجه به المواهب الكروية في الملاعب كمحاولة للحد من خطورتها. ورحلة الخطيب مع الإصابات طويلة، قد تكون حزينة وقاسية، لكنها رغم مرارتها قدر النجوم. لعيب الكورة هي الإصابة. دايما لعيب الكورة يعني ممكن يتمنى أي حاجة غير الإصابة، غير يعني ما يتعورش. دي يمكن أكتر حاجة تخلي لعيب الكورة حزين، أكتر حاجة تخلي لعيب الكورة متضايق وأعصابه مش كويسة ونفسيته مش كويسة، إن هو يتعور ويبعد عن الملعب. أنا شخصيا تعرضت لإصابات كتير أوي. على سبيل المثال أقدر أقول إصابتين اتنين ليهم أثر كبير أوي في حياتي، يمكن لطول الإصابة ويمكن لشكل الإصابة اللي أنا اتعورت بيها. أول مرة اتعورت فيها بشكل كبير شوية كانت في مباراة مصر والسودان، ورجلي الشمال اتكسرت. قعدت في الإصابة دي حوالي 4 شهور بتعالج، منهم 3 شهور في الجبس وشهر علاج. طبعا معنى ان انا اقعد 3 شهور في الجبس يعني رجلي تضعف جدا، يعني عضلاتي تضمر شوية يعني عضلاتي بتقل، بدل ما تبقى مثلا تقل في حجمها يعني،
وده محتاج مني فترة علاج طويلة قوي. تاني إصابة برضو كان ليها تأثير كبير عليا في الملعب، كانت في مباراة الأهلي والمصري من بورسعيد. جالي تمزق في أعلى عضلات رجلي الشمال. التمزق ده الحقيقة جالي في أسبوعين، يعني جالي في شهر مرتين. رجعت اتعورت واتمزقت مرتين. عشان كده او بالشكل دوت استدعى ان لازم اقوم او اعمل عمليه، والعمليه دي فعلا عملتها في لندن. عملت عمليه قطع للعضله اتمزقت مرتين. الراجل طلع العضله بتاعت رجليا كامل وقطع من اول المزق. العضله بعد كده بقت كلها سليمه بس بقت ناقصه، بقت مش في نفس طول الرجل او بنفس طول العضله الكامله يعني. فكنت لازم اعمل حسب كلام الدكتور حوالي 3 شهور اعمل فيهم اطاله للعضله دي، لان لو عملتش كده ومارست اللعبه قبل ال3 شهور دول ممكن ان انا ابطل كوره فيها. كان فاضل على مباراه تونس من بعد كلام الدكتور، كان فاضل على مباراه تونس حوالي مصر وتونس حوالي 3 اسابيع. انا كنت بتمنى الحقيقه ان المباراه دي كانت في مصر في تصفيات كاس العالم، كنت بتمنى ان اكون اشارك فيها. فعلا اول ما نزلت مصر توجهت المعسكر وقعدت شويه مع اللعيبه. مع استمراري في وسط اللعيبه كنت املي او بزداد دايما حب في ان انا العب المباراه، وفعلا اديت المباراه والحمد لله وفقنا فيها. فيمكن الكلام دوت يجر بعض الناس ان هيقولوا دايما انت بتلعب وانت مصاب. انا ممكن العب وانا مصاب، ممكن استحمل العب وانا مصاب، لكن ما اقدرش ابدا استحمل اني ما العبش كوره. وآخر الإصابات كانت يوم مباراة مصر وزامبيا عام 82 على ملعب استاد القاهرة. في هذه المباراة أصيب الخطيب بكسر في عظام الوجه أسفل العين، ولعلها كانت أغرب الإصابات في عالم الكرة، وبسببها ابتعد عن الملعب بعد جراحة دقيقة وتعليمات مشددة للأطباء بعدم مغادرته للفراش. لكن الخطيب وكعادته لم يحتمل البعد عن فريقه في مشوار أفريقيا، وعاد إلى الملعب ليأتي بالنصر لمصر قبل الأهلي في مباراته مع بطل نيجيريا، مسجلا هدفين بفاصل دقائق بينهما.
مع القدر، بل هي طريق مفروش بالآلام والأشواك. هي مشوار طويل وشاق، خطواته دموع وعرق وكفاح طويل. هي نكران للذات قبل أي شيء، سلسلة من التضحيات لا تنتهي، يضحي فيها النجم بوقته، براحته، بسعادته الشخصية، من أجل سعادة الملايين من عشاق فنه وموهبته. وهي أيضا إلغاء كامل لحياته الشخصية التي هي نعمة أي إنسان عادي. قد نحسد النجوم على الأضواء المبهرة التي يعيشون تحتها، لكنهم أيضا قد يحسدون على أننا أحرار نحيا حياتنا الشخصية كما نحب ونهوى. وهذا هو الجانب الذي لا نراه من حياة أي نجم. هي الصدفة وحدها التي جمعت بين اختيار الخطيب للبلياردو بعد الكرة هواية له، أم أن الدقة المتناهية التي تتطلبها هذه اللعبة هي التي استهوته؟ ضربات الجزاء عموما بيكون اهم عنصر فيها هي مسألة الاعصاب والثقة. انا شخصيا تعرضت لمواقف كتير قوي بيكون فيها محتاجين جدا كفرقة وكتيم لضربة الجزاء اللي بتجيلنا وبتتيح لينا كفرصة، يعني فرصة للتسجيل. من بعض المواقف دي عايز اذكر مثال واحد بس لضربة الجزاء هنشوفها دلوقتي مع بعض، كان ما بين مصر وتونس. في تونس هنلاحظ كلنا ان انا فعلا كنت محتاج جدا يكون اعصابي هاديه قوي ويكون عندي ثقه في نفسي، لان المباراه دي كانت بره مصر. اثناء استعدادي لان انا اروح اشوف ضربة الجزاء، في بعض لاعبي تونس ابتدوا يتلفوا حواليا، ويمكن انا فاكرهم بالظبط حوالي 4 لعيبه
ويكلموني بشكل واضح ان انا هضيع ضربة جزاء وهتروح مني. في نفس الوقت كان حارس مرمى عتوقة إلى من حراس مرمى الكبار يعني او اسامي كبيرة في افريقيا. وانا مع تسديد الكرة تحرك بشكل ملحوظ قوي، كان الحكم ما عداش انها دخل جول، لكن تحرك، ويمكن تحركه دوت برضه كان ممكن يفقدني شيء من الثقة في اثناء تسديد الضربة يعني. ايسان 25 دقيقة والنتيجة زامبيا 1-0. ومحمود الخطيب كابتن مصر حط الكورة هيلعبها بيمينه، كله بره خط الاريا، كله منتظر لعبة الخطيب وصفر الحكم. ضربة الجزاء هذه لها قصة، فقد شاءت الظروف أن تكون هي الهدف رقم 100 للخطيب في مسابقة الدور العام فقط، وكان في مرمى الزمالك يوم لقاء الناديين في نهاية موسم 82-83. ورقم 100 في عدد الأهداف في مسابقة الدوري لم يصل إليه في مصر سوى 3 من النجوم الكبار، هم الضدوي والشاذلي ومصطفى رياض. خطيب أهم متطلبات النجومية، والزواج أساس أي استقرار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سيظل هذا المشهد بداية مباراة ومباريات وأهداف كثيرة قادمة بإذن الله للنجم الكبير محمود الخطيب، يسعد بها الملايين الذين أعطوه كل الحب والذي يعيش هو حياته بهذا الحب.